في سفر خروج أصحاح 3 في لقاء رائع حصل بين موسى والرب. موسى كان بقاله 40 سنة هربان من أرض مصر وبيرعى الغنم، ويبدو اليوم طبيعي جدا زي كل الأيام، لكن فجأة يبدأ يشوف مشهد عليقة بتشتعل بالنار لكنها لا تحترق، وبيميل يبص على المشهد ده. ابتدى الرب يكلمه من وسط العلايقة دي ويعلن له عن ذاته، إن هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إن هو شايف المذلة اللي في أرض مصر لشعبه، إنه عايز ينقذهم. وقال له في نهاية حديثه: هلم فأرسلك الآن، هلم فأرسلك عشان تخرج شعبي من أرض مصر. وموسى كان شايف نفسه إنه ما يصلحش، وابتدى يحط بعض الحاجات اللي تقول له أنا مش قادر أروح لأرض مصر. من ضمن الحاجات اللي قال له عليها: هو لو سألوني اسمك إيه أقول لهم إيه؟ فالحقيقة قال في خروج 3 عدد 14: أهيا الذي أهيا، هو ده اللي أرسلني إليكم. وده كان الإعلان الأول اللي بيجي بيه الرب يعلن بيه عن ذاته لشعبه، إنه يهوى أو أهيا الذي أهيا، أنا الذي أكون، أنا الكائن بذاتي. والإعلان ده والحديث ده نقل موسى وهو الرب بيشجعه عشان يخرج شعبه من أرض مصر. نفسي أقول لك جملة مهمة قوي: الرب هيتقابل معاك مقابلة، يعلن عن ذاته ليك، يعلن لك عن شخصه إنه يهوى، الإله العهد اللي داخل في علاقة معاك، اللي حتى لو عدى سنين والأمور هي هيأتي يتقابل معاك عشان يتمم اللي قاله وعده بيه، وعشان يستخدمك وعشان يرسلك وعشان يأكد إنه ليه مقاصد رائعة لحياتك. هو ما تغيرش وكلامه ما تغيرش، هو لا يرجع عن وعده أبدا. هو يهوى الكائن والذي كان والذي سيأتي أيضا فيما بعد. تشجع بإلهك يهوى، وثق إن في مقابلة إلهية معاك مغيرة في الأيام القادمة. آمين. كل يوم بعدي من الحتة دي عادي، معايا شوية الغنمات بتاعت حماية اللي برعاهم من سنين. وفي مرة وأنا ماشي في نفس طريقي كل يوم وقربت من الجبل، لقيت مشهد لا يمكن أنساه، كان بداية تغيير حياة. المشهد أثار فضولي وقلت في نفسي أميل كده وأشوف في إيه، إزاي ده حصل. لقيت مشهد عظيم مهيب لشجرة مليانة لهيب، نار لكن مش بتحرق، يعني شجرة مولعة لكن مش بتتحرق. زي ما بقولك كده، شجرة مولعة نار لكن مش بتتحرق. قررت أقرب أكتر، ولما قربت كانت المفاجأة التانية إن الشجرة دي اتكلمت. لقيت صوت من عندها بينادي عليا وبينادي باسمي: موسى، موسى. الحقيقة من غير تردد لقيت نفسي برد على الصوت وبقول: أيوة أنا هو. كمل وقال لي: ما تقربش أكتر من كده، واخلع اللي في رجلك عشان المكان ده مقدس. أنا استغربت بصراحة، إزاي مقدس وإحنا في قلب الصحراء؟ بس سمعت للصوت وقطعت ونفذت الأمر. ومن هنا بدت رحلة كبيرة، حرية ليا وتحرير للشعب. وعرفني الصوت بنفسه إنه هو إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وطلب مني أصعب طلب: إني أقود مسيرة تحرير الشعب في إنه يخرج من أرض العبودية من مصر. طبعا أنا ارتبكت وما كنتش مصدق، وفضلت أقاوح طول المقابلة. وفي النص سألته وقلت: طب يعني أقول لهم أنت مين واسمك إيه وعرفهم عليك إزاي؟ فقال لي اسمه أهيا الذي أهيا، والاسم ده معناه كبير وعميق جدا، يعني أنا الكائن، يعني أنا الموجود وهفضل موجود، أنا اللي موجود قبل كل الوجود. هو الحقيقة مش اسم، هو كينونة للإله ده، وما قاليش غير إنه هيكون معايا وهيمشي السكة الطويلة دي ويايا،
عشان يحصل خلاص كبير للشعب. وأنا صدقت ومشيت معاه سنين بعدها لقدام، وكل يوم كنت بتأكد إنه مش بيتغير، وإنه كائن وموجود وهيفضل هنا موجود. أهيا الذي أهيا. خروج 3 وعدد 14 الرب بيعلن عن ذاته لموسى ويقول له أنا أهيا الذي أهيا، أنا يهوه. والاسم بيعني ببساطة الكائن بذاته اللي مش محتاج يعتمد على حد من بره، دائم الحياة، دائم الوجود، اللي بيعطي الحياة لكل كائن حي، هو الذي كان والكائن والذي يكون أيضا فيما بعد. والنهاردة الإعلان ده مشجع جدا ليا أنا وإنتوا وإحنا بنسمع الكلمات ديت، لأنه مش بيتغير، هو كان وكائن وسيبقى، هو السرمدي الأزلي الأبدي الذي لا يتغير. أكتر حاجة بتوجعنا كلنا تغير الناس وتغير الأحداث، نبقى عندنا قلق مش عارفين بكرة ممكن هتكون الأمور إزاي. بس عايز أشجعك، يهوه إله العهد اللي دخل معاك في عهد لن يتغير، لن يغير كلامه، هو حافظ العهد والأمانة، لا أغير ما خرج من شفتي، ولن يتغير، سيبقى أمين معك إلى النهاية. هو سر الحياة، به نحيا ونتحرك ونوجد. وده أكتر حاجة تطمنك لبكرة والأيام اللي جاية، هو لن يتغير، هو يهوه مصدر كل حياة، مصدر كل وجود. أشجعك ثق فيه، اطمن، حط كل اتكالك، اعتمد عليه بكل قلبك، فهو لن يتغير أبدا، سيظل أمين وسيظل صالح وسيظل معك وسيظل يحارب عنك وسيظل يحول اللعنة إلى بركة في حياتك. هو يهوه إله العهد. آمين.